حاجة في التعلم الآلي اسمها ensemble methods. الكلمة دي معناها اننا منكتفيش بموديل واحد، لا احنا بنجمع كذا موديل مع بعض عشان النتيجة تطلع أدق وأقوى. زي ما يكون عندك فريق كل واحد ليه رأي، ولما كلهم يتفقوا مع بعض القرار بيبقى صح. في 4 أنواع مشهورة عندنا من الانسامبل ميثودز: الباجينج والبوستنج والفوتنج والستاكينج. الباجينج ده أشهر مثال عليه اللي هو الراندوم فورست. أول نوع الباجينج، تخيل إنك عندك غابة من الشجر الراندوم فورست. كل شجرة يعني decision tree بتتعلم لوحدها، ممكن تغلط أو تبالغ، بس لما نجمع قرارات كل الشجر مع بعض الغلط بيقل كتير والنتيجة بتبقى أدق. تاني حاجة وهي البوستنج، ده مختلف شوية. هنا بنبني المودلز ورا بعض، الموديل الأول يتعلم، التاني بيجي يصلح غلطات الأول، التالت بيصلح غلطات اللي قبله، وهكذا. يعني كل موديل بيتعلم من الأخطاء اللي قبله لحد ما نوصل لموديل قوي جدا. تالت نوع وهو الفوتنج، تخيل عندك كذا موديل مختلف، واحد لجوستك ريجريشن، واحد ديسيشن تري، وواحد سبورت فيكتور ماشين مثلا. كل واحد بيقول توقعه. لو هارد فوتنج بناخد الأغلبية، مين اللي صوته أكتر. طب لو احنا هنقارن بان هو سوفت فوتنج، بناخد الاحتمالات اللي كل واحد قالها ونجمعها ونختار نسبته أعلى. رابع نوع وهو الستاكينج، ده بقى زي فريق جوه فريق. عندنا موديلات أساسية اسمها بيس مودلز، كل واحد بيطلع تنبؤ، بعدين نجيب موديل تاني فوقهم اسمه ميتا موديل، ده بيجمع كل التوقعات دي ويقرر ايه الصح، زي الكابتن اللي بياخد آراء الفريق ويطلع بالقرار النهائي. الخلاصة ان الانسامبل ماثود بتدي دقة عالية جدا وتكسب في مسابقات كتير، بس مشكلتها انها بتاخد وقت اطول ومش دايما سهل نفهم ازاي وصلت للقرار ده، لانها بتجمع مودلز كتير جدا مع بعض.